لا يؤخذ رأي الكتب. راح اقترح اقتراح، يعني أنا رجال مدني، مو دي يعني مو ديني، أقصد شنو؟ مو موضوع مو ملتزم بالدين، لا، قد أصلي أكثر من هواية يدعون الصلاة والإيمان والعبادة، لا أقصد يعني الدين مو هو منهج سياسي بحياتي، المنهج السياسي هو المنهج اللاديني، يعني المنهج الواقعي البراغماتي. زين، خلي يبادر المرجع الأعلى الآن يشكل حكومة هو، وخلي يحرج الجميع، مجلس النواب والحكومة الحالية والمتظاهرين والشعب العراقي، مرجع خلي بقى. هو مو دقيق، هو مو داخل ومتورط بالشأن العراقي من 2003 حتى الآن، خلي يكمل جميله ويقول واعترف بأنه ذول، ورفع شعار دولة مدنية. المرجع الأعلى احنا الآن بما نتقوينا كمدنيين، تقوينا به لأنه يقول دولة مدنية. خلي يشكل حكومة، أو خلي يصدر فتوى يقول هاي الحكومة وهاي البرلمان ذولا كلهم باطل، وتعالوا خلي نشكل حكومة من نوع آخر. شنو حل؟ لا تستطيع المرجعية أن تعمل ذلك. لا المرجعية لا تستطيع. هي تستطيع لكنها لا تفعل. لا، هي تستطيع كل شيء ولكن لا تقحم نفسها في هكذا. لا أنت تعلم ذلك جيدا. والكل أنت تعلم ذلك الكل جيدا. خاصة التحالف الوطني خاضع للمرجعية ويتحدث من الصبح لليل. قالت المرجعية نعم. ونتقيد بمقولة المرجعية. لا تفعل ولكنها لا تتدخل بالسياسة بهكذا أمور، فقط نصائح لي. تدخلت بالسياسة من 2003، ولكن فقط في دقيقة واحدة فقط قل لي. تدخلت في كل شيء، في دعم القوائم، في المجيء بهؤلاء لحكم العراق، دعمت 169 الشمعة، ودعمت الثلاث خمسات، ودعمت السياسيين، وحتى بهاي الانتخابات 2014 دعمت عددا من السياسيين. وإلا شنو وزير من يوم سقط صدام لحد الآن هذا باقي؟ دقيقة، شنو هاي مهمة؟ ما عندي هذا مهمة، فقط معي دقيقة. والله هاي اللي جاي أحكيها أهم من هاي. تفضل. وزير يبقى اكثر من وزير، مو وزير واحد، يبقى بالحكم من 2003 لحد الان، لو مو المرجعيه الدعمه شنو؟ وهو فاسد يصيح الشعب العراقي فاسد وما سوى شيء للعراق. اكثر من وزير اقدر اعطيك اسمائهم. فقصدي هذا هو شلون ما دخلت؟ طيب. دخلت.